أنا محمد، نص لبناني ونص سوري. حبيت شاب سهر بسوريا، من وقتها حبيته وكتير، إنه مشاعري كانت حلوة ناحيه واتجاهه. أنا ناوي أتزوجه وحابب أتزوجه ونكمل علاقتنا سوا. أهلي موافقين وكل إنه ما عندي مانع. أنا غيث، حبيبه لمحمد، واسمي الجديد جينيفر. أكيد أهله رح يباركولنا زواجنا وكل شيء رح يكون منيح إذا الله رب. انك تتقبلي اشخاص اللي هن هوموسيكسوال، هذا بيساعدهم على انه يقدروا يعيشوا حياتهم بطريقه رايقه، اقل ضرر، اقل قلق. ليه الاشخاص اللي هن هوموسيكسوال او جاي بيدعوا اليوم؟ محمد وغيث ربما ليسا المثليين الوحيدين اللذين يصرحا عن علاقتهما أو حتى قرارهما الزواج في العالم العربي، لكن لربما كانا الأكثر جرأة في مواجهة مجتمعهما والدعوة إلى سن قانون زواج للمثليين وإصرارهما على تطبيقه في بلادهما. بالنسبة لحمودي كتير بيغار علي وما بيخليني أظهر ولا أحمل تليفون، حتى أنه ظهرات وسهرات وهيك ما بيخليني أظهر لوحدي إلا تما يكون هو معي. بدي إنه قانون الزواج إنه من كتر الغيرة، إنه هلا ظهراته ممنوع يطلع، فوتاته ما حكي مع الشباب هيك، بدي أضمن حقي أنا. عشان هيك عم بطلب بالمجتمع العربي زواج المثليين. مستقبلا إن شاء الله حنبني أسرة. بهالقصة أكيد إنه نحن ما حنقدر نجيب أولاد، رح نتبنى ولد. ولذلك أنتم اليوم عزيزي تطلقون رصاصة الرحمة على معركتنا من أجل الحرية، لأنكم تضعون العرب أمام الجهاد وتقولون بالزواج. في نقطتين بدي أقول لك إياهم ليس أولوية. بس نقطتين باختصار لو سمحت. حضرتك اعترضت على مسألة العلاج، بس جينيفر طالبة إنه هي تعمل عملية للثديين وطالبة إنه تتعيط لها جينيفر، مشان هيك سألت إذا في إحساس داخلي. لحظة، أنا ما سألت إنه بدي أعالج المثليين، أنا سألت إنه شخص مثلي مسمى حاله اسم بنت وطالب إيه؟ لا ما اعتبرت الأنوثة مرض، اعتبرت إنه عنده حاجة إنه يكون امرأة. أنا معني بمعركة الحريات في لبنان. الحرية تقتضي أن لا نتدخل في شؤون راشدين اختارا ما يريدين، اختارا السلوك الجنسي. يعني لهم حرية طلب الزواج بتحس بميل للنساء. شخص بحبه صار لي 4 سنين ونص ومتعلق فيه وبغار عليه وبموت عليه، وهي عم بحكيها على الكاميرا. وانا بدي شيء اثبت شخصيتي انا وياه. واذا بيوافق الشيخ يكتب لنا كتابنا انا موافق هلا. دينك يرفض هذا الشيء. انا ادعوك الى التوبه الى الله عز وجل، ادعوك الى ترجع الى دينك وضميرك وعقلك. هو يقول لا تهدي من احببت ان الله يهدي من يشاء. الى الحق والى الفضيله. مضبوط شيخنا؟ لا تهدي من احببت ان الله يهدي من يشاء. وانا اذكرك، اذكر انما انت مذكر بان فعلك هذا فعل. بس بدي اعرف اذا اهلك هلا شافوك هن موافقين على هذا الشيء؟ هيدي حريتي أنا، هيدي حياتي أنا مش حياة أهلي، صح ولا لا؟ هيدي حريتي أنا وياه، نحن اخترنا هيدا الشيء بدنا نكفيه. بس ومعلي ما فينا ننطر، ما فينا ننطر هذا بالمنظور الشرعي الإسلامي وغير الإسلامي. هؤلاء لهم عقاب، هؤلاء لا يتركوا هكذا في المجتمع، هكذا هملا وكذا يفعل ما يشاء وما يريد أن يزني الإنسان بأمه أو بخالته أو بالعقوبة الدينية تصل إلى درجة القتل. القتل؟ نعم، تصل إلى درجة معناته أنت داعش واحد تماما. أنت مريض شيخنا، معناته تفكر كل لا يعالج هذه الفئة التي أحضرتموها هذه فئة خارجة عن العقلانية والأخلاق. بس منك هين قادر تواجه 3 مثل عنترة بن شداد. اسم الله عليك. لا ما بعرف يعني الشخص شو عم يحكي. هلا نحن ما بدنا غير شيء بس نحن طالعين نعلن زواجنا، طالعين بس نعلن زواجنا وبدنا نبلش من هيدا الشيء. بدي اطلب ايدك تتجوزني.